سبحان الله على الجمال. يا عم ده انت مزعج. طب ما اديك متجوز 3 اهو، امال في ايه؟ وقاعدين جنب بعض اهو، ذكر اهو ذكر. بص العلامه بتاع التحذير، لو ما تقربش مني ولا من اكلي. شايفين فارش شوكو خالص ازاي؟ ورجعنا لكم تاني من جنينه حيوانات مش كلها قطط وكلاب، ونرجع نكمل فيديوهاتنا. تعال 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 تعال، بص بص، تعال خد يا ولد. شايفين السلاحف عندنا؟ خد خد تعال، والله لا اخش لكم. بص بص، دول دكارين، يعني دول 2 سلحفة بيتخانقوا مع بعض. شايفين خلاقة السلاحف؟ ده كده الصغير خلاص اتغلب وسابه طلع يجري. حاجة بتخبط فيا من ورا. يا رجالة يا رجالة، عاملين ايه؟ صباح الفل يا كابتن. يا نجم. دي مجموعة سلاحف سلقات عندنا. شايفين بيتلموا حواليك ازاي اول ما تيجي؟ حلو. كمان الارانب اول ما بتخش عليهم بيبتدوا ان هم كمان يتجمعوا. يلا يلا، شايفين العسل؟ تعال تعال خد تعال. ايه يا حبيبي؟ الحمد لله عندنا الحيوانات من كتر ما ابتدت ان هي تتعامل مع البني ادمين، ابتدت يبقى في علاقة، مفيش خوف ان انت تقعد تقرب كده من الحاجة. تعال تعال، بص بص العسل، شايف بيجمعوا ازاي؟ خد تعالوا هنا. الله على الجمال. شفتوا بقى ان هي مش كلها قطط وكلاب، ان في حاجات كتير قوي تبقى جميله وتلعب معاك. سبحان الله. عندنا برضو بشاير. يا بوش بوش، صباح الفل يا حبيبي، عامله ايه؟ خد تعال تعال، زعلانه ليه؟ تعال، خفيش يا حبيبي. شفتوا مضفرين لها شعرها؟ بصوا الضفاير، شايفين شعرها جميل ازاي؟ كباش، كبش القروي، دجاجات. حاطين دجاجات كده مع الكبش القروي، بحيث ان لو في اي حشرات موجوده في المكان او في اي بواقي اكل تبتدي ان هي تلمها تاكلها. فمن ضمنها غذاء، والجزء التاني ان هي بتحافظ على نظافه المكان، ما يحصلش فيه حاجه. ايه، عايز اوريكم بقى مجموعه كبيره من الغينيا بيج. تعالوا نقلب الكاميرا مع بعض. هي ولا استنوا، لا احنا بنصور كده ليه؟ تعالوا نخش بقى البيت جوه. يعني جنينتنا على فكره زي جنينتنا دي، الممرات اللي بنخش بنقفل الباب ورانا، وبعد كده نفتح الباب التاني. احنا عاملين الموضوع ده زي تأمين علشان مفيش حاجه تهرب مننا. لو حاجه عدت من الباب ده يبقى في باب تاني مقفول. تعال تعال تعال، تعالوا 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 تعالوا. ايه شايفين غينيا بيج؟ ده نوع من انواع القوارض كده، بس جميل قوي. احنا عندنا منه انتاج الحمد لله كتير، بس مستخبيين ورا. بصوا شايفين الصغير ده؟ شايفين الصغنطط خالص ده؟ ده انتاجنا اهو، ده اخر انتاج. قلت بقى يجري مني ده. احنا حاطينهم شايفين تحت؟ تعالوا 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 تعالوا. هما بيحبوا يستخبوا في اي حته اهم. شايفين كل الصغنن ده انتاجنا ما شاء الله. تعالوا تعالوا يلا. شايفين شكله حلو ازاي؟ بس انزل انزل انزل. اللي فوق دي دره معاها فاكر مجموعه من الطيور. دول الكباتن. بص هيجروا ازاي اول ما نقرب. صغنن. ده نوع من انواع القوارض. احنا بنحط له هنا علف ارانب مع شيشه، وبنحط لهم كمان برسيم. طب استنوا بقى، ايه نوقف ثانيه ونروح نجيب برسيم واوريكم بقى هما بيتجمعوا حواليا علشان ياكلوا البرسيم. البرسيم احنا عندنا بنجيبه كل يوم طازه،
بنحطه فوق فوق مكان كده. في حاجات لازم نبيت لها البرسيم وننشفه علشان بيبقى غلط ان هي تاكل البرسيم طازه. فين اهو، هي دي حزم البرسيم. هندخلها مع بعض للغنية. الغنية بتحب جدا الخضار، او الغنية عموما بتحب ان هي تاكل كتير. يعني لو 24 ساعة قدامهم اكل هياكلوا. بص هوريك البيت اللي قدامهم حاطين الغنية بيجي الحوامل. شايفين بطنها؟ شايفين بطنها عامل ازاي؟ تعالي فوق، تعالي فوق كده، يلا تعالي فوق انت كمان. شايفين دي بطنها كمان حامل ازاي؟ فاحنا بنحط الغنية بيج لما تكون حامل في قلب حوض لوحدها او في قلب قفص لوحدها، بحيث ان بقيه القطيع ما يدوسش على الصغار بتاعتهم في اول الولاده. لان هو اول ما بينزل هو بيبقى بشعر وبيبقى جنين كامل مفيش فيه مشكله، بس برضو مهما كان بيكون ضعيف. بصوا بقى، بصوا كانوا بيجروا مني الاول. يلا 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 يلا، هوبا هوبا هوبا. بصوا بقى، بص كله عمال بيصوت ويعيط. ده هيتجمع دلوقتي. بص جايين يجروا، بس جايين يجروا. اول مجرد ما ابعد شويه بس كده هتلاقي كل القطيع ابتدى. يا عم ده انت مزعج. لو جينا بصينا هنا هنلاقي البومه العقبيه. شايفين عيونها؟ دي بنوته، وفي الولد بتاعها الناحيه التانيه اهو. يا كابتن، ايوه سمعتوا التكه دي؟ دي علامه تحذيريه اللي هو ما تقربش اكتر من كده. طب لو قربنا، ايوه تاني ايوه كده، تعمل ايه؟ ها، شفتوا التكه دي العلامه التحذيريه بتاعته. نيجي للوحوش الجباره بتاعتنا، المراكب اللي احنا مربينها في الجنينه، وهي البجع. اوريكم بقى هم قاعدين. بصوا، شايفين دي مجموعه من دجاج البادو. ده الذكر او ده الديك، ودول الاناث بتوعه. طب ما الديك متجوز 3 اهو، امال في ايه؟ وقاعدين جنب بعض اهو. ذكر اهو، ذكر جدع. انتوا بتتخانقوا ولا ايه الدنيا؟ عملتها ازاي دي؟ ها عملتها ازاي؟ نيجي الناحيه التانية هنلاقي القطيع بتاع دجاج البراهمه برضه موجودين اهو. الديك وحواليه 4 فراخ. الواحد يتصرف فرخه ولا ايه مش فاهم. نيجي بقى على دجاج الوادي. دجاج الوادي ده من اكتر انواع الدجاج او من اكتر انواع الطيور اللي انا بعتبره كمكافحه طبيعيه موجوده عندي في الحديقه. اي بيت بيكون فيه مشكله حشرات، سواء بقى قراد، سواء نمل، سواء اي حشره صغيره، بنبتدي ان احنا نجيب دجاج الوادي ده ونقوم سايبينه في قلب البيت ده. بيقضي على كل حاجه موجوده فيه. دجاج الوادي لو بصينا هنلاقي فيه منه الوان مختلفه. في منه الرمادي منقط، في منه رمادي في ابيض، في منه الابيض الساده. مشكله دجاج الوادي بس صوته بيكون مزعج. يعني صوته لما بيطلع الصيحه بتاعته دي بيكون مزعج قوي. لو بصينا كده برضه الجميله. بص انت ممكن يعني شايفين الارض مليانه اكل اهو. كل الارض دي مليانه اكل، بس احنا معودينهم في الجنينه ان انت مجرد ما تمسك لهم حته خضار كده ياخدوها. بص، واللي تاخد حته الخضار تطلع تجري عبيطه وقعتها. خد اهو خضار تاني اهو. مين هياكله؟ ايوه كده. بس يطلع يجروا ورا بعض بقى عايزين حته الخيار. هو مش مجرد ان يعني هو ما بيبقاش جوع، بس بيبقى اللي هما بيلعبوا ان هو واحد خد حاجه والباقي بيجري وراه عايز ياخدها منه. ايوه، سامعين الصيحه دي؟ شايفين الذكر الابيض اللي عمال بيعمل الصيحه دي؟ اهي الصيحه دي بقى اكتر حاجه مزعجه فيه. تخيلوا بقى لو كل الكميه دي بتعمل نفس الصوت ده، الموضوع بيبقى مرعب. الموضوع فعلا بيبقى مرعب.
بصوا 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 الحمامة، ايه الجمال ده، ما شاء الله. قاعدة على الزغاليل بتاعتها، شايفين؟ طب تعالوا كده نشوف بقية الحمام ده اخباره ايه. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس زغلول، شايفين زغلول الحمام عامل ازاي؟ شايفين بطنه بتبقى مليانة ازاي؟ لان بطنه طول اليوم مامته بتلم اكل وتفضل تأكله. بصوا دي البيضة جوه الطاجن. ده منظر بقى العيش بتاع الحمام اللي بتبقى عاملاه. تعالوا بصوا هنا كده، شايفين الحمامة وهي بتأكل ابنها؟ سبحان الله. هي بتبتدي ترجع الأكل من معدتها، والزغلول بيبقى حاطط منقاره جوه منقار الأم ويفضل ياكل. شايفين؟ سبحان الله سبحان الله على الجمال. ده اسمه تزقيق، او ان الام بتزق الاكل في بق الزغلول بتاعها. سبحان الله سبحان الله. جمال جمال بجد. جينا نبص هنا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا نبص، ما شاء الله. انا مش من هواة الحمام قوي، بس احنا عندنا مجموعة كبيرة مش كبيرة قوي، يعني زي حوالي 15 جوز 18 جوز حاجة كده، بس انا بحبهم. نيجي بقى للكابتن شوكت. شوكت عشان قدامه الاكل. هي بصوا بيحط وشه في قلب الاكل ولا بيعبر لي خلفوني. استنوا كده نخش له، افرجكم بقى منظر شوكت وهو بياكل. احنا عندنا اكتر من باب تأمين. نفتح باب ونخش، نقفل الباب ده الترباس بتاعه، بعد كده نفتح باب الشوك ونقوم داخلين له. الوجبة بتاعت الشوك لازم تكون وجبة متنوعة وكبيرة. يا كابتن يا كابتن، بصوا العلامة بتاع التحذير، لو ما تقربش مني ولا من اكلي. شايفين فرش شوكه خالص ازاي؟ سبحان الله. بصوا بيمسك الاكل بايديه الاتنين. يا عم مش هاكله والله، ما هاكله. بصوا بصوا بصوا، انا عايز اوريكم بس، ولما بيمسك الاكل بيمسكه ازاي اهو بايديه الاتنين. يا عم ما تخافش. لا معلش، انا كده مضطر ان انا اقفل الفيديو ده واخد صوره مع الكابتن ده. صباح الفل يا ابو الكباتن. لا انا مش قادر بصراحه ما صورش اللحظات دي. شايفين وهو فارش الشوك بتاعه كله بيبقى شكله عامل ازاي؟ سبحان الله. ابو الشوك، ابو الشوك طبعا علشان هو من بيئه افريقيه، مشغلين له لمبات تدفئه علشان الجو هنا يبقى حر عن بره او ما يبقاش برد، وده فعلا الجو اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هنا. اجمل حاجه فيه ان هو مش بياكل ببقه بس كده زي بقيه القوارض، لا ده بيمسك الاكل بايديه الاتنين اللي قدام اهي، ويبتدي ان هو ياكل. شايفين جمال الوانه شكله؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله على الجمال. يلا بينا نشوف حاجه جديده، نشوف حاجه جديده في حديقه حيوان مش كلها قطط وكلاب، لان اللي انا بعيشه كل يوم مش اي حد بيعيشه. الممر اللذيذ ده هنلاقي بكار ورشيده، بس احنا بنحبسهم علشان هما بيضايقوا الجست اللي عندنا. صح، كائنات فضوليه جدا. المعيز تبتدي تاكل من ايد الجست، بس ساعات بيرخموا عليهم ويبقوا عايزين ياكلوا اكل زياده.
او ما بيسيبوهمش غير لما يخلصوا الاكل اللي معاهم، وده مش حلو. تعالوا بقى نفطر ايه يا شباب؟ فطر ايه يا عم شيكا؟ الاجوانات. فطر الاجوانات انا وشيكا مع بعض اهو. افتح. يلا يا كابتن شيكا، سحلية الاجوانة. بنخش الغابة اللي احنا عاملينها للاجوانات. زي ما انتم شايفين كده المية نظيفة اهي، صينية العلف محطوطة، كباتن دول واقفين يتشمسوا في الشمس. حاطين معاهم السلاحف السلقاطة الصغيرة. ايوه السلاحف السلقاطة الصغيرة اهي حاطينها معاهم، علشان طبعا هما بياكلوا خضار وفي نفس الوقت احنا مدفيين المكان هنا بشكل كبير، فتبقى الجو مناسب للسلاحف الصغيرة. النتاية الكبيرة فين؟ اهي واقفة بتتشمس. دي أكبر إجوانة موجودة عندنا. طبعا الفرق ما بينها وما بين الباقيين باين، طولها حوالي 1.5 متر ما شاء الله. أيوه أنت يا وحش أنت. شايفينها بتطلع أول واحدة تجري. تبص طبخين إيه النهاردة؟ سلطة. فين سبحان الله. ايوه لمهم كده يا شيكا. شيكا بيساعد السلاحف الصغيره بقى ان هي تخرج وتاكل. ده البوفيه المفتوح بتاعنا. تعمل لهم ايه النهارده يا شيكا؟ كوسه وخيار وجزر وبرسيم. كوسه وجزر وخيار وبرسيم. وخيار وبرسيم. اظن مفيش اجمل من كده يعني. يلا دوسي يا حلوة دوسي. ألف هنا. شايفين بتنقي البرسيم أو بتنقي الخضار الأول الطري من قلب السلطة دي، وبعد كده بقى بتاكل بقية الخضار. كل واحد ماسك الفرع بتاعه. أيوه بصوا بقى، مش احنا عاملين لها مية جارية؟ شفتوا كانت بتشرب منها ازاي؟ تنزل جوه الميه تمد بوزها وتشرب، لان الاجوانات لو الميه بتاعتها راكده او ثابته هي ما بتاخدش بالها منها او ما بتشوفهاش. وعشان كده عاملين لهم موضوع الترومبه الصغيره دي اللي هي بتكرر الميه او بتحرك الميه قدامهم، علشان يعرفوا ان دي ميه جاريه. عاملين لهم برضو زي ما انتم شايفين كده الطبليات الخاصه بالاكل بتاعهم ما بين الشجر اللي هم واقفين عليه، بحيث ان يبقى مكان الاكل مش بعيد على الاماكن اللي هم واقفين عليها. طبلية اهي، طبلية تانية ما بين برضو الاشجار اللي هم بيقفوا عليها. كباتن تتحرك على الاكل بتقل قوي. حاجات كمان اللي بتصحى الصبح تتشمس مع نفسها كده، سحالي التيجو، مجموعة سحالي التيجو اللي موجودة عندنا زي ما انتم شايفين واقفين جنب الازاز، كل واحد مستلقي تشمس ورالات. ورالات بيتشمسوا هما كمان. عم بتنفخ ليه يا عم؟ يا عم انت ماشي، ما هو هيضربني انا اللي جنب ديله. انا بعيد. بص لما نقرب منه شايفين مبسوطين هما في البيت ده قوي، ان احنا عاملين لهم انفاق كده وقرميد وحاجات بيستخبوا جواها. يعني وريناكم كام حاجه كده من اللي موجودين في الجنينه، بس في حاجه انا حابب اوريها لكم، هي كانت اضافه كده، وهي الثعالب الحمراء، الثعلب المكار. ودي يلا
الثعلب المكار. الثعلب الحمراء من الثعالب الجميلة قوي ومشهورة عنها. رايح فين رايح فين؟ استنى اصورك. يلا اهو. ثعالب مشهورة قوي في مصر، ومعروف ان هي موجودة في اماكن كتير. بس هنا المبيت بتاع الدجاجات، تلاقي الدجاجة من دول او الفرخة من دول بتبيض وتخش ترقد جوه. كل واحدة ليها الدور بتاعها او ليها الشقة بتاعتها. فنك، ثعلب الفنك، السكر هنلاقي فيه اللي قاعدين جوه هم، شايف بيتشمسوا ازاي في الشمس. احلى حاجه في المكان عندنا هنا ان كل يوم الشمس بتزور كل الحيوانات. كل الحيوانات بتشمس اجسامها، بتنظف اجسامها في الشمس. ودي حاجه مهمه، حاجه انا بحبها، حاجه من زمان كنت بتمناها وانا بربي حيوانات، ان يبقى في كل بيت عندي الشمس مسموح ان هي تخش في وقت كبير من اليوم، تدفي جسمهم، تطلع الرطوبة اللي موجودة في أجسامهم، تساعدهم على نظافة جسمهم من الحشرات. لو في أي بلل في الجسم الشمس دي بتنشفه وبتطهره. الشمس ربنا خلقها سبحان الله بتعالج كتير قوي من الأمراض لوحدها. يعني في حاجات احنا ما بنحسش بيها إن هي تعبت من الحيوانات وهي بتعالج نفسها، لأن ربنا خلق أجسام الحيوانات مختلفة عن أجسام البني آدم. احنا من كتر الادويه ومن كتر الحاجات اللي احنا بناخدها اجسامنا ما بقتش تستحمل الامراض. لازم مضادات حيويه هي اللي تساعد اجسامنا. لكن ربنا خلق السلاحف او الحيوانات او الزواحف عموما هي بتداوي نفسها او اجسامها بتتداوى. سامع صوت كده ايه يا جدو؟ تعمل ايه يا جدو على الصبح؟ طب احنا نسيب الهح ده يعمل اللي هو بيعمله، وتعالوا نخش اوريكم بقى عاملين ايه للسلاحف المصريه واليوناني والبر مائيه. احنا كان عندنا بيت كبير شويه فقسمناه ما بين السلاحف دي. صباح الفل صباح الفل صباح الفل يا جميل، عامله ايه؟ ايه جاي تصبحي علينا؟ والنبي عسل. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه يا ولاد؟ سبحان الله سبحان الله. شايفين بقى ده اللي بقول لكم عليه؟ شايفين السلاحف كلها متجمعه ازاي في الجزء اللي بيجي فيه الشمس؟ لازم الكائنات دي تاخد الكفايه بتاعتها من الشمس وبعد كده تكمل بقيه يومها. احنا عاملين سور صغير هنا كده فاصلين السلاحف البريه وعاملين لهم المخابئ الخاصه بيهم. المخابئ دي عملناها في اماكن اول حاجه شعاع الشمس بيزورها الصبح، عشان السلاحف تحس بالحراره وتبتدي ان هي تخرج من اماكنها. هما بقى بيتجمعوا هنا كده ليه؟ او اول ما شافوني بيبتدوا يتحركوا ناحيتي ليه؟ علشان هما عارفين ان دلوقتي وجبه الفطار. حتى السلاحف البرمائيه خارجه بره، شايفين؟ هنلاقيهم بينقوا الاماكن اللي فيها شمس ويبتدوا يتجمعوا عندها. طب تعالوا خد هنا، خد يا الله. شايفين الجمال؟ بعشق ان انا نادي للحيوانات والحيوانات تستجيب للندى ده وتيجي. حيواناتنا جميله. المنظر ده بصوا، شايفين؟ عاملين لهم صخور بحيث ان هي تعرف توصلهم ان هم يطلعوا للمكان فوق. اوبا، في حاجه جديده قريبه. لو جينا بصينا عملنا زوم كده عشان مش هعرف اقرب. دي سلحفه اهي بتبيض، حفره وبتبيض. نبقى نتابع الموضوع ده مع بعض. بصوا بقية السلاحف دي ريد اير سلايدر او سلاحف ذات الاذن الحمراء. عندنا مجموعة الحمد لله منها كبيرة. سلاحف برية. اغلب السلاحف البرية المصري اللي موجودة عندنا او اليوناني دول جايين لنا تبني. ناس كتير الفترة اللي فاتت جابت لنا سلاحف تبني. طب هتقولوا لي لازم نعمل
للسلاحف دي بيت، ونحط لهم لمبة تدفئة. الكلام ده عشان احنا مربينهم جوه البيت، لكن احنا لما نربيهم في بيئة طبيعية زي البيئة الطبيعية اللي ربنا خلقها لهم، ما هو في الصحراء او في البيئات الشبه صحراوية مفيش لمبات، صح؟ طب الحاجات دي بتتدفى ازاي؟ بتتدفى زي ما هي بتتدفى كده، بتاخد كفايتها كاملة من الشمس بتاعتها طول النهار، وبعد كده بتبتدي ان هي تعيش حياتها وتخش في ثبات جوه الجحور. اهم حاجة الجحور اللي احنا عاملينها دي تكون بعيدة عن تيارات الهواء. تيار الهواء هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تأذي كل انواع الحيوانات او تجيب لها نزلات برد شديدة. يعني هي مش مهم تعيش في جو برد، هي المهم ان هي تعيش في جو بدون تيارات هواء. طبعا احنا عارفين ما بين السقعة وما بين تيار هواء ساقع. هوريكم. ما شاء الله ما شاء الله، دي السلاحف المصري صحتها كويسة جدا، صحتها كويسة جدا الحمد لله، في قلب المكان اللي احنا عاملينه. خدوا هنا، خدوا، بص جايين لي لحد عندي ازاي. خد تعالي تعال انت كمان. شايفين بيجمعوا ازاي؟ شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب انت سايب كل اليوناني وجاي تتجوز مصري؟ ده انت سلحفة رخمة. بصوا شايفين بيجري وراها، يشد رجليها، يخبط فيها. ده انت ذكر يوناني رخم. سبحان الله سبحان الله. تابعوا معانا كل فيديوهاتنا، اعملوا لايك لكل الفيديوهات اللي احنا بننزلها علشان الفيديوهات دي توصل لاكبر عدد من الناس. اعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا، ان شاء الله بننزل فيديوهات الفترة اللي جاية في فترات قريبة مش بعيدة. مش هطول عليكم تاني، هحاول انزل فيديوهات على التوالي تشرح بقى كل حاجة في الجنينة. تعالوا بقى اوريكم شلبية. صحيح يا بنوتة يا بنوتة، يخرب بيت كآبة كده القرد البتاس والكآبة. بصي لي هنا، ايوه كده. احنا عشان مغيرين الفرش النهارده بنفرش تحتيهم تبن بدل النشاره، عشان لو في حاجه جت في الاكل همش. فهي بتفضل بقى تعمل في التبن ده كده عشان تشوف لو في بواقي قمح او رز ايا كان التبن ده خاص بايه، ان هي تشوفه وتاكل منه. وريناكم حاجات كتير، استنونا في الفيديوهات اللي جايه ويا رب تعجبكم. صباحكم زي الفل.